عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معكم مطبخ اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهارده باذن الله هنعمل مع بعض فراخ محشية بطريقة بسيطة وبتتبيلة حلوة قوي، والرز عندنا بقى بطريقة جميلة ومبهر والطعم خطير. هنعمل الرز بطريقة مختلفة وهنحشي منه الفرخة كمان، وهيبقى عندك فراخ محشية بالرز بطريقة جبارة. يلا نبدأ بطريقتنا ومكوناتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مبدئيا مكونات الرز. عندي رز نص كيلو رز مصري مغسول كويس ونقعته لمدة ساعة وبعد كده صفيته كويس. عندي ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلاية كبيرة وعليها قرن فلفل وفرمتهم في الكبة فرم ناعم. عندي كمان البهارات بتاعتنا: ورق راولة، حبهان وقرفة وكبوبة صيني وقرنفل وملح وفلفل اسمر، وكمان بهارات فراخ. عندنا معلقتين كبار كاري ومعلقة ونص كبيرة ملح. وعندنا فرخة بلدي مغسولة كويس ومنقوعة في محلول ملح ومية وخل وليمون بعد ما غسلتها وظبطتها كويس جدا، وبعد كده صفيتها من المية. عندنا الفرخة في حدود من كيلو ونص لاتنين الا ربع، ده وزنها. يلا نبدأ بمكوناتنا ونشوف طريقتنا في عمل الرز والفراخ المحشية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حلة على النار، حطيت فيها معلقتين زيت وكمان معلقتين سمنة وسبتهم يسخنوا بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنزل بالبصل والفلفل المفرومين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوبك عندي البصل يدبل بس ما ياخدش لون. بعد ما البصل عندي دبلت بالشكل ده يا حبايبي، هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا عشان تتحمص كده وتطلع ريحة البهارات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. مع البصلة واقلبهم كويس. اللهم صل وزد وبارك، ربنا يحسن بين ايدينا. ادي بس تشويحة للبهارات مع البصل شوية وبعد كده هننزل باللحمة. بعد كده يا حبايبي هننزل باللحمة المفرومة. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبهم مع بعض كويس لحد ما اللحمة ان هي تتعصج وتستوي. بعد ما اللحمة عندي اتعصجت بالشكل ده كده وشوحتها مع البصل والبهارات، هنزل بقى بالرز المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عايزه رز بسمتي مفيش اي مشكله، بيبقى حلو جدا. انا عملته بالبسمتي قبل كده حلو جدا بالشكل ده. وهقلب الرز مع اللحمه والبصل والبهارات، هشوحه كويس، اعلي عليه النار واشوحه مع اللحمه كويس والبهارات. هنزل كمان بعد ما حطينا الرز بنص معلقه فلفل اسمر وكمان هننزل بالملح والكارج واقلبهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يزيد ويبارك. ما شاء الله الريحه جميله جدا وطعم الرز ده خطير خطير بجد. اعمليه في اي عزومه هيشرفك على سفرتك. قلبهم كويس مع بعض. بعد ما شوحت الرز كده وتشمعته بالطريقه ديت هنزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عندك شوربه مفيش فيها اي مشكله بالشكل ده. كل معيار رز على حسب نوع الرز بتاعك بتشوفي نوعه وتظبطي القعد بتاعه بالشكل ده. هعلي النار واسيب الرز ان هو يغلي، واول ما يبدا ان هو يتشرب الميه هوطي عليه خالص عشان يتردد، وقبل ما يبدا ان هو يستوي خالص هاخد حبه علشان نحشي بيهم الفراخ بالشكل ده. احنا نتبل الفراخ
بتاعتنا يا حبايبي قبل ما نسويها. اول حاجه انا عندي الفرخه متنشفه كويس، عندي كمان بصلايه صغيره وعلى قرن فلفل صغير، وعندنا ملح، معلقه ونص كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسمر، وربع معلقه قرفه، عندنا معلقتين عسل اسمر. يلا نبدا ان احنا نتبل الفرخه بتاعتنا قبل ما نحشيها. اول حاجه هجيب طبق وهنزل بالبهارات بتاعتنا، وبعد كده هاخد منهم اخلطهم على بعض، واخد منهم نص معلقه واحطها على البصل بالشكل ده كده واسيبه على جنب. تاني حاجه هنزل على البهارات بتاعتنا معلقه العسل بالشكل ده كده، وهقلبهم واحط عليهم كمان معلقه زيت بالشكل ده كده، هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هجيب الفرخه، نجيب الفرخه بالشكل ده، وهقلب البصل مع الملح مع الفلفل الاسمر بالطريقه ديت، اقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده. وهحشي بهم بقى معلقه كده حشو الفرخه من جوه، هدعك بيها الفرخه عشان تتبل كلها من جوه. البصل والفلفل بيديها ريحه حلوه قوي وطعم جميل جدا بعد ما بتستوي بالشكل ده كده. وهحشيها تحت الجلد بالبصل واحده واحده بالطريقه ديت. جربوها صدقوني هتعجبكم جدا، وطعمها بيبقى حلو قوي قوي بالشكل ده. بعد ما حشيتها بالبصل كده هنيجي بقى ان احنا نعملها بالخلطه بتاعتنا. نعمل لها مساج هنعمل للفرخه مساج بالشكل ده كده. بعد ما خلصت الفرخه وعملتها بالتتبيله كده، شايفين تبلتها كلها، هنجيب بقى عندنا الرز بتاعنا بعد ما استوى نحشي بيه الفرخه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز ما شاء الله ريحه تجنن والطعم حكايه. هنحشي الفرخه بكده بسم الله بالطريقه ديت. نملاها عادي مفيش فيها اي مشكله، لان الرز عندنا 3/4 سوا، يعني مش هيعجن وفي نفس الوقت برضه هيستوي معانا وهيبقى مفلفل وطعمه حلو. ان الفرخه دي مش هتاخد سوا معانا خالص، لسه فرخه شمورته صغيره فمش هتاخد معانا سوا بالشكل ده. هقفلها بقى بالخيط وارجع لكم. بعد ما قفلت الفرخه بالشكل ده يا حبايبي هنيجي بقى علشان نحضر الصينيه بتاعتنا اللي هندخل فيها الفرخه في الفرن. انا عندي صينيه وهنحط كمان في فرشه الصينيه بطاطس شرايح كده، ننزل بالبطاطس كده عشان نحط عليها الفرخه من فوق. بعد ما نزلنا بالبطاطس هننزل بقى كمان بالبصل بالطريقه ديت، وبالفلفل، واخر حاجه بقى عندنا هننزل بشويه ملح على الخضار بتاعنا كده، مكترش كتير، وكمان بمعلقه صغيره فلفل اسمر. نبهر كده الخضار بتاعنا بالشكل ده. واخر حاجه بقى معلقتين زيت. بعد كده هناخد الفرخه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم وهننزلها كده، هنحطها على الفراخ. شايفين الفرخه بتاعتنا شمرت جلدها مش مستحمل بالشكل ده. هغطيها بورق فويل وبعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه، هتقعد معانا في الفرن ساعه بالكتير،
ساعة، وبعد كده هشيل الفويل من عليها واولع الشواية عشان تتحمر من فوق بالشكل ده. وقبل ما ادخلها الفرن يا حبايبي نسيت اخر حاجه اقول لكم ان انا هنزل نص كوبايه ميه او كوبايه ميه بالكتير بالشكل ده، كوبايه ميه علشان تستوي كويس والخضار بتاعنا يستوي. ودي الفراخ بتاعتنا المحشيه يا حبايبي، والرز بتاعنا المبهر باللحمه المفرومه، حاجه تحفه، حاجه جميله جدا، جربوها. شايفين الفراخ معايا مستويه ومتحمره وحلوه قوي، والرز تحفه جدا. جربوا الوصفه بتاعتنا، فراخ محشيه ورز مبهر باللحمه المفرومه بطريقه اكل السمك. كنتم في مطبخ اكل السمك، بناكله كل بيتي وسهل ولذيذ على قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.